فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قبل ما ادخل في اي تفاصيل وقبل ما ادخل في الفيديو الجديد، عايزه بس اشكر الناس اللي الجديده اللي دخلت القناه ودعمتنا باللايك ودعمني بالاشتراك. شرفتوني ونورتوني. القناه منوره بيكم والله العظيم. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، انا بقالي كتير ما عملتش حاجه حلوه. ما تعرفوش بقى اكتئاب بقى مش عارفه ايه، بس انا قررت اعمل النهارده حاجه حلوه. عندي منجتين كده يتامى في قلب الفريزر، قلت استغلهم، فقلت بقى اعمل النهارده مهلبيه بالمانجا. حاجه حلوه كده كنت عاملاها قبل كده وعجبتني، فقلت بقى ايه اوريها لكم كده عملي. عملتها ازاي؟ كانت جميله جدا وحاجه يعني بسيطه مش مكلفه، واحنا في موسم المانجا خلاص قربت تروح، فقلنا نستغلها قبل ما تروح. يعني نحاول بقى ناكلها مهلبيه. هاتوا كنافه واعملوا كنافه بالمانجا، شكلوا بقى كده. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل النهارده ايه. كله قاعد اجازه، فحبيت اطري على قلبهم بحاجه حلوه كده تتحط في التلاجة شويه وتطري على قلبهم في الحر ده. احنا في موجه حاره اليومين دول ولا ايه مش عارفه. عملنا ايه بقى؟ خدنا المانجتين. طب ولا اقول لكم انا قبل ما اقول لكم اي تفاصيل، اللي لسه اول مره تشوفني، معاكم قناه اختكم ومشاهد دودي الامام. دعموني بقى بالاشتراك وباللايك، وما تنسوش تلفوا لفه في القناه وتتفرجوا على الفيديوهات اللي فيها ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. هو انا مش عارفه ليه المانجا ظاهره في الموبايل ان هي برتقان. ايوه كده بقت مانجا، ماشي كده اتحولت لبرتقال. المهم عملنا بقى، ضربنا المانجتين دول في الخلاط. بصوا هما تقال. اللي هناخده دلوقتي الكوبايتين المانجا دول، ها، والنص كوبايه المانجا دي اللي هندوب فيها النشا. محتاجين كمان لبن، وهو النشا والسكر، المكسرات. عايزه تحطي مكسرات حطي، مش عايزه تحطي مكسرات براحتك. فاحنا بقى ايه، تعالوا اقول لكم انا هعمل ايه. انا كان عندي اللبن، بحط اللبن في الفريزر فبغليه غلوه حلوه كده، وبعد كده العيال يشربوا اللي يشربوه والباقي بشيله في الفريزر، ربما ان انا احتاج بقى اعمل منه اي حاجه. فطلعته، استنيت لما يفك شويه وايه، وقلت بقى اطلعه واحطه في الحل. ثواني كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكيس ده اللي انا فضيت فيه الحين. بصوا هنا طبعا انا غليت اللبن. بصوا اللبن دوت انا بجيبه من واحده من الارياف، يعني بتيجي على طول بتبيع كل حاجه جميله بصراحه. يعني اللبن بتاعها حلو مش مغشوش. فانا بشرب اللي اشربه بقى، وبنشيل الباقي في الفريزر واطلعه واديله كده تسخينه حلوه. يعني الحمد لله ما ربش. هنحط بقى كوبايتين المانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو النشا بس يا بنت. قلب كده، قلب 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 قلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ نحط السكر مش كتير، وهنحط ايه، هنحط هنا هدوب في نص كوبايه مانجا دي، هحط فيها 3 معالق نشا. هحط 3 معالق نشا. وطبعا معانا باكل فانيليا هنحطه. استنى بس كده. قلبوها حلوه عشان ما تبقاش مكلكعه. شايفه يا شهد؟ عشان كده حبيبتي لما اطلب منك تعملي لنا تحليه، ولا انت ثانويه عامه صح؟ تحليه مين؟ كفايه تحليه. كفايه التحليه اللي انت فيها. بصي انا بس نصيحه لكل ام عندها ثانويه عامه زي حالاتي كده، ارضوا باللي ربنا هيكتبه. طبعا ما تحطوش اعتمادكم على حاجه معينه. اللي بيرضى بقضاء الله حل الله قضاءه. عارفين يعني ايه حل الله قضاءه؟ يعني ربنا بيحلله قدره، بيحلله قضاءه. ما تبصوش لحد بقى، يعني ما تقولوش اشمعنى فلان واشمعنى فلان وعايزين نعرف فلان جاب كام وفلان جابش. اللي جاب لنفسه، ما جابش لحد تاني.
واللي بيحقق نجاحه في طب زي اللي بيحقق نجاحه في تجاره، زي اللي بيحقق نجاحه في هندسه. اللي عايز يفلح بيفلح في اي مجال. صح؟ المعلقه عامله دوشه. لا قلبها حلو، بس استنى فاصل ونواصل. يلا. دوبنا هنا النشا. استنوا بس نشغل البوتاجاز تاني. في فيلم لاسماعيل ياسين شغال حلو قوي، بحبه. يا عيني على الوز. يا روحي على الوز يا جميل الوز. واو اهم حاجه الفانيليا. لا الفانيليا مش الوز. والله يا شهد ليكي شوق. بقالك ياما ما ليش ما معلش طلعش صوتك في الفيديوهات. معلش 6 ايام مستنيه ويوم للبيت. يلا يلا يا جماعه والنبي ادعوا لها دعوه حلوه كده من قلبكم. دعيتوا ربنا يجبر بخاطركم. اللي دعا دعوه كده ولك المثل يا رب، او لك المثل. اللهم امين. اهو كده. هنشوف لو هتحتاج نشا تاني هنحط. هنسيبها بس كده تاخد لها غلوه مع نفسها. هو ايه الاحمر ده؟ ده اللي هي حتت المانجا. طب ما تجيبي لي حته المانجا اللي الله عندي. الله يا بنتي يا شهد طعمها تحفه. اقسم بالله. بصوا انا بخدت مع يعني حبه طب كده. انا عايزه الحته دي. اشوفها محتاجه سكر ولا ايه؟ انا عايزه الحبه من الحته دي. لا هتاخديها بقى في الطبق بتاعك يا حبيبتي. طب اشمعنى انت ايه العنصريه دي؟ لا انا بشوفها محتاجه سكر ولا لا. طب انا عايزه اشوفها محتاجه سكر ولا لا، يمكن انا ذوقك خلاص يختلف. لقيتها سكرها مظبوط. خليني اجربهم فيهم كلهم. هتجربي خليها فين؟ بقى فيا انا دلوقتي. لا ماشي. طب واهديها حرام عليك. هنسيبها على النار شويه كده تاخد وتدي مع نفسها وتجمد، يعني تترابط كده مع نفسها. محتاجه نشا هنحط نشا. بس يلا بس مهلبية. تقول لي بس عميقة بس بصوا هنا اهي مسكت. بس كده. بصوا انتوا لو عندكم مانجا بقى بزياده يعني ممكن تقطعوا قطع المانجا وتحطوها ايه مكعبات كده على الوش. انا هكتفي بالمكسرات. بسم الله. تحطوها بقى في التلاجة تبرد وفي نفس الوقت تمسك شويه. بس هي الطعم بقى ايه مانجا مانجا يعني. اهو هنحط بقى ايه سوداني. ده سوداني وزبيب. وهنحط جوزة هند. انا عندي البنات بيحبوا المكسرات صح عشان بتحب المكسرات والمدغدغات. وادي كده شويه جوزة هند مدشدشات. ليه سموها مكسرات؟ مش متكسره. سرقينا. وها هو مهلبية المانجا يا جماعه كده خلصت. هو انا مش عارفه ليه شايفاها برتقال. مش يعني انا في الاصلي من غير التصوير هي لونها غامق. جايه بقى في الكاميرا عندي فاتحه، بس هي جميله جدا والله. وطعمها بقى تحفه وكلها مانجا. طعم المانجا بقى الناس اللي هم بيحبوا المانجا وعشاق المانجا وبيحبوا التغيير في المانجا بدل العصير وكوكتيل وكده، جربوا بقى تعملوا مهلبية المانجا دي تحفه قوي. هتعجبكم وهتعجب عيالكم قوي. لو مش عايزه مكسرات ممكن تجيبي قطع مانجا تقطعيها مكعبات وتحطيها على الوش. تمام هتبقى زي الفل يعني مكان المكسرات. بس ايه رايكم بقى؟ يلا ادخلوا بقى بالمعالق ادخلوا جوه التليفون بالمعالق وتفضلوا معانا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وينال اعجابكم كده ان شاء الله. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية حلوه ان شاء الله باذن الله جايه. ويا رب يا رب كده ايامنا كلها تكون خير وسعاده ويعني حاجه مش مكلفه والله. ما تضايقوهاش على نفسكم قوي كده. شويه لبن مانجتين سكر باكو فانيليا عملنا احلى مهلبيه بالمانجا.
واشوفكم على خير. متنسوش تدعموني بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. باي باي.